كنت هناك في الأقصر، وقلت لعمتي انتي لازم تعمليلي من البسكوت اللي انتوا كنتوا بتعملوه ايام زمان واحنا صغيرين. قالت لي بس كده يا بنت اخويا تعالي هعملهولك حالا. فجبنا بقى الخلاط كده، حطينا فيه 10 بيضات. الكمية اللي انا هقولها دي، ال10 بيضات بتاخد بقى دقيق زي ما انتي هتحطي للعجينة، فاهمة؟ يعني احنا بنحط الاول 10 بيضات، يعني بنحسب مش بمقدار الدقيق، لا بالبيض. فاهميني؟ المهم هتفهموني يعني واحدة واحدة كده مع بعض، وهنفهم كلنا مع بعض. حطينا كده 10 بيضات في الخلاط، وحطينا عليهم كوبايتين من السكر، وحطينا كمان عليهم كوبايتين من السمنة، وحطينا كمان كوباية ونص من اللبن، وهننزل عليهم بفانيليا. انا حطيت حوالي 4 اكياس كده او 5 تقريبا. المهم بس ان الفانيليا دي بتقضي بس على ريحة الزفارة. تمام كده. خلاص كده ادي دي تاني كوباية كده من السمنة معايا. تمام كده، بشغل بقى عليهم الخلاط لحد ما يبدأوا يختلطوا مع بعض. وبعد كده بايه، بفضي المقدار بتاعي في طبق واسع كده عشان اعرف اشتغل براحتي. بصوا بقى، هجيب بقى الدقيق ده، منخل، او هما عندنا يعني في الأقصر بنقول عليه غربال، يعني كل واحد بيسميه على حسب المكان اللي هو قاعد فيه. تمام كده، احنا عملنا 30 بيضة، وعملنا عليهم كيلو ونص من السمنة. عملنا عليهم حوالي كيلو ونص سكر. وحطينا بتاع مثلا كيلو الا ربع من الحليب اللي هو اللبن. وحطينا ب10 جنيه اللي هي نشادر. تمام كده. البسكوت ده اللي هو القديم بياخد بيض كتير وسمنة كتير وكمان نشادر كتير. احنا كده ضفنا كده المكونات زي ما قلت لكم، وبدأنا بقى نحط الدقيق لحد لما يبدأ العجينة توصل للمرحلة اللي انا هقول لكم عليها دلوقتي. فانتي لو عايزة تعملي كمية اقل، هتعملي الاول 10 بيضات، هيعملوا معاكي مثلا حوالي كيلو ونص دقيق او 2 كيلو دقيق. آه، تمام كده. نزلنا بقى الدقيق وبنحط عليهم. انا حطيت 6 كيلو دقيق على 30 بيضة. تمام كده، 6 كيلو دقيق على 30 بيضة. حطيت عليهم كيس من البيكنج باودر. تمام، دي المقادير اللي انا استخدمتها. يعني 6 كيلو دقيق، 30 بيضة. تمام كده. كيلو ونص سمنة، كيلو الا ربع لبن، كيلو ونص سكر، وب10 جنيه نشادر، يعني اللي هو حوالي 10 معالق، اللي هي تبقى ممسوحة، فاهمني؟ 10 معالق كبيرة بس ممسوحة. والفانيليا. تمام كده. ببدأ بقى ألم العجينة لحد لما تبدأ معايا تبقى بالشكل ده. بصوا قوام العجينة، لأن العجينة دي هتتعمل في مكنة مش في كيس حلواني. خلينا كده مركزين مع بعض. بجد البسكوت ده طعمه رائع يا جماعة، جميل جدا. بصوا ده قوام العجينة بتاعتي، متماسكة مش سايحة. و يعني ما تبقاش سايلة، تبقى ماسكة في ايدك كده، ملمسها ناعم. بصوا تحسوا ان هي فيها مطة كده خفيفة. بعد كده بقى بنجيب المكنة دي القديمة التقليدية، يعني مش اللي هي بالكهرباء والكلام ده، لا يعني دي من ايام زمان. عمتي كده بتدهنها كده بالسمنة كده من جوه عشان العجينة تنزل سلسة. وبعد كده بقى بنجيب الصاجات دي دهنينها برضو بالسمنة، وبننزل بقى المشط اللي احنا بنستخدمه ده مشط النجمة. بنقطع كده بقى العجينة، وبعد كده بقى ايه، واحنا بنحطها كده في الصاج بنديها برمة كده خفيفة. وبعد كده بقى بندخلها الفرن. الفرن دي برضو اللي هي بتاعت العيش وكده، بتاعت المخبوزات والكلام ده. ده شكلها. وببدأ بقى احط الصاجات بتاعتي وهي شغالة الفرن من فوق ومن تحت، يعني من تحت الصاج ومن فوق. وبتقعد حوالي يعني ما كملش 5 دقايق في الفرن وكان استوى. ده شكله كده بعد ما طلع. ده اسمه بسكوت النشادر او البسكوت الصعيدي، معروف بالاسم ده البسكوت الصعيدي.
يا رب يكون الفيديو عجبكم وقدرت أفيدكم، وأشوفكم إن شاء الله على خير في فيديو جديد. متنسوش بقى تحطوا اللايك، ولو لسه ما اشتركتوش اشتركوا. باحبكم جدًا. باي باي.